ده واحد من اكبر المطارات في العالم على حسب التقييمات والكلام الجعلوي يعني في جوجل، واليوم حاحاول انه اعيش فيه لمده 24 ساعه بحيث انه اشوف لي مكان اقدر انوم فيه ومكان ارفه فيه، واستكشف هل ممكن للشخص يعيش 24 ساعه في المطار ولا لا، اللي هو مطار اسطنبول. فدقيقة فلو انتم شايفين انه التحدي سهل فقمت انا جهزت لي قائمة من التحديات على اساس صعب عليه التحدي وزي كذا يعني. لا دقيقة، انا مفترض اسهل اصعب. المهم عشان اصعب عليه التحدي باختصار، طيب خلينا حاليا نمشي للمطار. ليتس جو. فزي ما قلت لكم انا حاليا لسه مجهز لي لسه من التحديات اللي هو لازم اخلصها خلال ال 24 ساعه، ولازم ما اطلع من المطار الا وانا اكون مخلص ال 24 ساعه. حاليا عندي جائزه انه لو قدرت اخلص ال 24 ساعه حيكون عندي سفره لطرابزون، تمام؟ فخلينا حاليا نمشي نشوف التحديات واحد. ليتس جو، خلينا نمشي ليتس جو. فاول حاجه حاليا اللي هو محتاج اللي هي المويه، راح كنا نفتش المويه. ليتس جو. ان شاء الله ما تكون غاليه، ان شاء الله. طيب ده المكان اللي هنا حقوم اشتري فيه. تعال نشوف. بسم الله. اوكي المايكا. دام ريد بول طلع ب 190. الله يستر الله. فلازم نشوف لنا مويه عشان اقدر اشربها او اخليها معاي اليوم كامل. هنا ما عنده المويه الكبيره، هنمشي للمكان اللي بعديه نشتري مويه. دارين مويه كبيره نحن. شفتوا السعر، ففرق بين برا والمطار انه الدبل بيكون 5 اضعاف. برا ب 10 هنا ب 50. ربنا يستر ان شاء الله ما نصرف حاجه كثيره لانه ما جبت معي كاش كثير. فيب خلينا نشوف المويه. طيب بما انه قدرنا ندبر اهم شيء للانسان اللي هو المويه، حاليا لازم نمشي نشوف لنا حاجه عشان نقدر ناكلها. الهد اللي بعديه اللي هو امشي اشوف لي اكل. والله الاكل غالي يا اخي. فالمويه لقيتها ب 100 ليره، دي حبيت اوريكم ليها. فنمشي نشوف لنا اكل عشان جعانين الصراحه. طيب نشوف بسم الله ونشوف الاسعار كيف. طيب هنا لقينا مكرونه، ما اعرف لو شفت شكلها ب 250 ليره. انا بحاول اخذ لي حاجه على قد نفسي، فافضل شيء اللي هو السندوتش. اوكي ولقينا تيك 1 ساندويتش، فاخذت سندوتش، ثلاث سندوتش اللي هو مقسوم على 2. قلت يمكن يقعدني لي بعدين، اللي هو اكل جزء منه هسي والجزء الثاني بعدين. ثانك يو. ليتس جو. يب كده اخذنا السندوتش، فنمشي نشوف لنا مكان عشان نمشي ناكل فيه. يب ليتس جو. يب كده الحمد لله انه قدرنا ندبر من الاكل والشراب. يعني المويه بحاول اقسمها، انه احاول ما اصرفها كثير، فعشان اليوم حيكون طويل جدا. يب نشوف التحدي بعد. ليتس جو. فالناس اللي عندها فضول تعرف سعر السندوتش، هنا لقيته بكم. سندوتش كان مقسم على 2، اللي هو لقيته ب 340 ليره. اكلت جزء منه، قلت يمكن الجزء الثاني يمكن احتاج له بعدين. يب غالي والله، غالي. اذا انا صرفت كل القروش اللي معاي لقيت انه باقي لي حاجه ثانيه انه اتصرف بيها، فده معناها شيء واحد، نمشي انوم في الكراسي، انوم في المسجد، ولا انوم في اي مكان. ده لو انه صرفت كل القروش اللي معاي. والمشكله انه القروش اللي معاي انا اخذت معي قروش وانا طالع من البيت حاجه كثيره، معي مبلغ بسيط قلت يمكن يعيشني يعني. شكلنا حنوم في المسجد او في الكراسي. لا ما معروف الصراحه. حاول انه قدر المستطاع انه احاول ما اصرف كثير. معي زي ما قلت ما كثيره. ليتس جو نشوف التحدي بعده. عشان تكون في الصوره هنا الاسعار، اعتقد انه كل المطارات بتكون الاسعار فيها غاليه. بما انه قدرنا ندبر اهم شيء للانسان اللي هو المويه، شيء كويس. فكده عندنا امل انه نكمل باقي التحدي. يلا. فنحن حاليا في بداية التحدي من أصل التحديات الثانية، لكن السؤال هو هل أنا حقدر أكمل باقي اليوم ولا لا؟ تخيلوا قبل شوي كنت بقلب في السوشيال ميديا للناس اللي جربت إن تقعد فترة أطول في المطار وكده، يعني عشان أعرف هم كيف قضوا يومهم وتجاربهم كيف كانت في المطار. يعني باختصار يعني أتعلم من أغلاطهم وما أسوي نفس الغلط، فعشان أقدر أعيش اليوم بدون ما يجيني زهج وملل وحياة دي. يعني بعد التعليقات مثلا زي ناس ندمت إنه جات المطار ده،
لقيت انه في ناس يعني يتكلموا انه في المطار كلام جدا كعب، في ناس انه كرهت المطار حرفيا. فاكثر كومنت الصراحه جذبني انه في واحد قال حاول انك ما تحجز شهر 5 لانه بيكون زحمه وزي كذا، يعني حيكون صعب انك تيجي تقعد فيه وتقضي يومك فيه، يعني في حاله انه حصل لك مشكله في المطار ولا حاجه زي دي. فقس وات اثنين حاليا في شهر 5. للحاجه اللي انتم برضه ما عارفينها، انا طبعا وانا من صغير كنت شخص ديتيشن جدا، يعني شخص صبور باختصار، الانسان القاتل وانا الانسان بصبر، وانه انا الانسان المتفائل دائما، انه ما عندي مشكله في الامور والحياه دي، يعني يفرق معي يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين ولا سنه ولا سنتين. دقيقه اتحمست شويه الصراحه، صح؟ فعرفتوا كيف؟ يا اي جات ذس، يعني موضوع عادي، يعني ما في شيء عشان اخاف منه. لا شكلي حندم الصراحه الليله، ما نسبق الاحداث، فان شاء الله بحاول انه اقضي اليوم، انه اختصر لكم فيديو عشان ما يكون طويل جدا. فيب فخلينا ناسي حاليا نمشي نشوف باقي التحديات حقتنا. يب ليتس جو. ففي برضه في فكره جاتني للتسليه، يعني عشان اقدر اقضي وقت، طبعا انه غريبه شويه، فلكن تعالوا اوريكم ليها. اعرف فائدتها شنو، لكن بس للتسليه عشان ما اسهج اوريكم ليها، شوفوها. فضحنا جدا فضحنا. المهم ان شاء الله بس تكون جاتكم. عملتها بس عشان ما ازهق الصراحه، مع انه غبيه، لكن بس مشوها لي. اوكي خلينا نشوف لنا مكان ثاني عشان نقدر نسلي فيه. يلا. فقمت اخذت لي كتاب وبديت اقرا فيه للتسليه يعني. شوفوا يا جماعه، انا جيت المكان ده لانه هنا في الشاحن، وبعدين يعني المكان ده فاضي، باختصار حقدر اخذ راحتي فيه التامه. فيب من المكان ده حقضي فيه اطول مده لانه جنب الشاحن، عندي الكاميرا وعندي التليفون وعندي حاجات ثانيه لازم اشحنها. فتعالوا اوريكم حاجه صغيره، تعالوا. الفيو البسيط ده الصراحه فيو ما فيه حاجه، يعني فيو عادي تقريبا. نسيت اصلي، قلت بس اجي اصلي واصور لكم الجامع. طيب التحدي اللي بعديه انه امشي اشوف لي حاجه اقدر اشتريها. فالمشكله هنا معظم الناس ما قاعد يشتروا حاجه من المطار، لانه عارفين انه المطار بيكون غالي. فتعالوا نشوف لنا ارخص حاجه ممكن نشتريها نسوي التحدي. يب ليتس جو. تعالوا لقيت لي مكان ممكن اجي اشتري فيه. هاي اوف الاسعار غاليه، اشياء غاليه. 265 لو ظاهر، ما اعرف لو ظاهر ولا لا، لكن هنا الاسعار غاليه. وبيت عائلي صار اني اشتري حاجه، لكن انا ما حاشتري حاجه فوق ال 200 ليره، ما حقدر اشتري شيء. يب يعني شيء بسيط شيء بسيط. ثانك يو. مستحيل ادفع حاجه فوق ال 400 ليره اللي حاجه صغيره كده. فنمشي نشوف لنا مكان ثاني اقدر اشتري فيه، لانه ده غالي جدا، الاسعار فوق ال 300 ليره. انه لسه علينا نوم وعلينا يمكن اجوع ثاني ويمكن اشتري مويه، ما معروف. فاخذت العلاقه دي، فلانه تذكرت انه عندي مفتاح الباب اشتري له علاقه، اخذتها بيه يعني للذكرى يعني. يلا ليتس جو. حاليا جاتني شويه خمول ومحتاج ارتاح شويه. حاجي وين يعني؟ المسجد عشان امشي ارتاح فيه شويه، اجي اخذ لي ريست شويه عشان اقدر اتم باقي اليوم. لكن السؤال بيزعل نفسه، هل حقدر اكمل باقي اليوم ولا لا؟ الحمد لله ليتس جو. لا مستحيل. طيب هسه حاليا خلاص الليل جا زي ما شايفين برا، خلاص الناس اللي وراي كانوا كلهم نايمين، تقريبا الساعة 2 صباحا الناس كلهم نايمة. هسه حاليا لازم امشي اشوف لي كرسي عشان امشي انوم فيه، وانا ما حانوم الصراحة، بس حاخذ غيلولة فترة كده معينة زي ساعة كده وتصحى الطاقة. يب خلينا نمشي نشوف لنا مكان نسوي فيه. ليتس جو. يب تقريبا ما انتم ما سامعين اي حاجه لانه خلاص الناس كلها نايمه. التحدي اللي بعده انه امشي اشوف لي مكان عشان امشي انوم فيه. يب تعالوا نشوف حنعمل شنو. ليتس جو. ناسي حاليا انا قاعد اتمشى عشان ما ازهج وعشان ما انعس، لانه هنا النوم الصراحه صعب، ما سهل ما زي توقعته. يا سلام خلصنا. هسه حاليا ماشيين ببيت. يلا ليتس جو.